جدتي خالمة، جدتي. آنستي. نعم. أتريدين زهرة؟ شكرا لك، لدي واحدة. استمتع. شكرا. أين أصبحنا؟ تنتظر أحدهم؟ من تحبه امرأتك. تستعملين المضارع، عليك استعمال الماضي. كانت تحب، الآن تكره. أواثق يا سيد؟ هذا ما قالته لي وهي صادقة. قد تكذب عليك. شأن لا يعنيك. لم يأتي الليلة. ربما يئس منها ومن صدها له. وهي لما لم تنزل لتعرض نفسها؟ تعرض نفسها عندما يحلو لها. هي حرة الإرادة، ويحق لها أن تتصرف كما تشاء. يا إلهي، كم تبدلت الأمور يا سيد. كنت تملي عليها حياتها، وكانت تنصاع لأوامرك ورغباتك. لا تذكري الماضي أمامي يا ريتزا. اذهبي وبيعي أزهارك. رندو، 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 ثمة أمر رهيب يجري. ماذا جرى؟ كاساندرا. تكلمي، هيا تكلمي. لقد وجدت على سريرها هيكلا عظميا. ماذا؟ لا تكف عن البكاء، أسرع يا سيد، أرجوك تعال. كفى كاساندرا، انتهى الأمر. اهدئي، ها؟ اهدئي أرجوك. كفى. حبيبتي لا تخافي، أنا هنا معك، أنا هنا معك. كفى 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 كفى. أخبريني ماذا جرى؟ لما هذا الحزن؟ فلتحل عليه ألسنة النار وتلتهمه. ليس هيكلا حقيقيا أبدا. لا يعقل. لا يجوز، إنه من البلاستيك. يا إلهي. أرادوا القيام لخدعة ماكرة. يبدو حقيقيا. لا حبيبتي، لا. كفى، لا داعي للخوف. ليست هيكلا لإنسان. المسيح. لا، انزعه من السرير. إن لم يكن حقيقيا فهو مماثل له ويثير الخوف والاشمئزاز. نعم، سوف أبعده لتهدأ حبيبتي ويزول عنها هذا الخوف. خفت كثيرا، أصبت بالذعر عندما كشفت غطاء السرير ووجدته هنا. كفى. وأنا الآن أريد أن أعرف من دخل إلى هنا. من وضعه؟ أظن أن الدخول سهل من الشرفة، فالغرف كلها متلاصقة. نعم، سهل، لكن من ولماذا؟ ما الهدف؟ إنها خدعة، لكنها خدعة ماكرة. كفى.